ليه الفراعنة ما بيضحكوش؟ ليه كلهم عاملين نفس الوش ثابت وساكن وقوي كأنهم داخلين امتحان شفوي؟ ليه مفيش فرعون مرسوم وهو بيضحك؟ هل عشان زمان ما كانش في ميمز؟ ولا كان الضحك جريمة حضارية؟ الفن عند الفراعنة زمان ما كانش حرية، ده كان أبدية. التماثيل ما كانتش وسيلة للذكرى، دي كانت بطاقة دخول للخلود. يعني كل وش منحوت كان بيساوي تمثيل أبدي لروح شخص. يعني لو ضحكت في تمثالك وكان شكلك مهزأ، هتفضل مهزأ في العالم الأبدي الآخر. وزي ما قال عالم المصريات البريطاني الشهير باري كيمب، الفن المصري القديم ما كانش بيدور على الجمال، ده كان بيدور على الهيبة. لأنه الفرعون كان عندهم إله، والإله ما ينفعش يهزر. في مصر القديمة الفرعون مش بشر، الفرعون إله ابن رع، ما ينفعش يتمثل عليه مشاعر بشرية زي الخجل أو الهزار أو الضحك. يعني لما كان حد بينحت تمثال للفرعون، ده مش مجرد تمثال، ده السي في الأبدي بتاعك. التصوير عند الفراعنة بيساوي عقدة أبدية. يعني لو تمثالك بيضحك يبقى أنت مش مستعد تواجه العالم الآخر، ولو ضحكت في صورة رسمية كان ده بيعتبر عندهم خروج عن الماعد. وده عندهم التوازن الكوني اللي حافظ على نظام الكون كله. بس هل هم في الحقيقة وفي الحياة اليومية كانوا عادي بيضحكوا؟ في برديات زي بابيرز أوف تيورين فيها نكتة عن موظف اتجوز 3 مرات ولسه بيقول على نفسه محبوب ومش عارف إنه الغلطة عنده. يعني بالعربي الفراعنة ما كانوش نكديين، لا هم كانوا عارفين يفصلوا بين الخلود والضحك. أما هوارد كارتر اكتشف مقبرة توت عنخ آمون، الجارديان البريطانية كتبت وقتها إن التماثيل المصرية جميلة بشكل مخيف، لا بتضحك ولا بتبكي، بس بتراقب. الناس شافت في التماثيل مش بس صمت، دي حضارة عمرها أكتر من 7000 سنة. تمثال رمسيس الثاني في الأقصر اتنحت وشه 7 مرات، مش عشان النحات فاشل، لكن عشان الوش بيبان بشرة زيادة عن اللزوم أو في تعبير زيادة. علشان كده كانوا بيعيدوا نحته. الهدف وشه كله هدوء وسيطرة بيتفسرش. وده توثق في كتاب إيجيبشيان آرت لعالم المصريات جوهان بينز. السؤال اللي دورك انت تجاوبه، ليه احنا بنحب التجمد؟ بص على صورة بطاقتك او بص على صورة الكارنيه بتاعك، بص على اي صورة رسمية هتلاقي نفس الجمود، كأنك بتقدم على الأبدية زيهم، مش على امتحان شفوي. الفراعنة كانوا عارفين ان الهيبة ما ينفعش تهزر. الفرعون كان عارف ان الضحك سلاح بس مش للعرض. الهيبة ما يكسرهاش غير الهزار والضحك. يعني كان ممكن يهزر مع مراته أو مع الكهنة، لكن على الجدران لا، الجدران ما بتهزرش وما بتنساش. يعني تخيل كده تمثال أمنحتب سنانه باينة، أو لوحة رمسيس بيهرج مع وزيره، كانت الناس هتحس بغرب منهم، ولا كانوا هيخسروا رهبة الإله اللي حافظ على نظام الحضارة. يمكن كان شكلهم هيبقى لطيف بس مش خالد. الفرعون ما كانش عايز يضحك عشان ما يبانش بني آدم، كان عايز يبان إله. واوعى تبخل عليا وما تدوس اشتراك ولا لايك. سلام.